السلام عليكم، معكم منى. هنتكلم النهاردة عن حل الأزمة الاقتصادية في مصر. عايزين تعرفوا ازاي؟ خليكم معايا وتعرفوا كل حاجة. انتوا عارفين في كنز في مصر أغلى من الذهب والبترول؟ عارفين ايه؟ رمال السودا. أيوة، هي رمال السودا. هي دي ايه الرمال السودا؟ عبارة عن ايه الرمال السودا؟ الرمال السودا دي عبارة عن رمال بتبقى على الشواطئ، بتيجي من منابع النيل. فالرمال بتبقى غامقة شوية، سودا شوية، عشان كده سموها رمال سودا. بيبقى موجود فيها معادن تقيلة، فيها أكتر من معدن، وهو موجود في مصر بكميات اقتصادية كبيرة. احنا من 3 دول في العالم فيها رمال سودا بكمية كبيرة، احنا والهند والبرازيل. موجود فين الرمال السودا في مصر؟ موجود على سواحل البحر المتوسط، من أبو قير في اسكندرية لغاية رفح، بطول 400 كيلو متر. موجود كمان في الجنوب في مصر، في بحيرة ناصر، وموجود كمان في 11 موقع زي كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وشمال سينا وبورسعيد ورشيد وبلطيم والعريش. بس أكتر كمية بتبقى موجودة في كفر الشيخ. نستخدم الرمال السوداء دي لأنها ثروة ضخمة في مصر موجودة. بنستخدمها في 41 صناعة. بنطلع منه المعادن من الرمال ونستخدمها، وطبعا بنستخلص المعادن دي من الرمال طبعا بأجهزة خاصة. افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع بالرمال السوداء للرمال السوداء بمدينة برولوس في كفر الشيخ، عشان نطلع المعادن المهمة دي من الرمال السوداء. نستخدمها في الصناعات مهمة جدا. المصانع اللي احنا عملناها في كفر الشيخ بتبقى مصانع متطورة جدا، فيها تكنولوجيا تعدين متطورة جدا. عشان نستخلص المعادن المهمة في الرمال السوداء. المعادن زي الألمونايت والزركون والمغناطيت والروتايل والجارنت والمونزايت. المونزايت ده بيحتوي على مواد مشعة، والدولة بتستخدم المعادن دي اللي هي بنطلعها من الرمال السوداء وبنستغلها اقتصاديا. وكمان في الوقت نفسه نحن بنطهر الشواطئ من المواد المشعة الضارة للبيئة. على فكرة الرمال السوداء دي موجودة من زمان، بس محدش بيستغلها. كانوا عارفين ان الفوائد بتاعتها وان فيها عناصر مهمة جدا للصناعة، ولكن محدش اهتم، محدش عمل مصانع من الرؤساء السابقين. ولكن احنا بدأنا دلوقتي وبنعمل مصانع. المعادن المهمة دي بنعمل بيها ايه؟ بنعمل بيها صناعات مهمة جدا. بنعمل بيها صناعات زي طائرات والصواريخ والغواصات والسيراميك، وكمان بتخش في الدهانات والخزف، ونستعملها برضو في السيارات الكهربية وفي الصناعات الإلكترونية وفي الهواتف الذكية والفلاتر المية والأجهزة التعويضية وحديد والصلب، وكمان المفاعلات النووية. وكمان نستخدم المعادن دي في استخراج اليورانيوم والتيتانيوم الأسفنجي. الرمال السوداء ده مشروع قومي لمصر، وثروة كانت مهملة لفترة طويلة من الزمن. اهتم الرئيس السيسي للمشروعات القومية، الاستفادة الاقتصادية من ناحيتين. من ناحية ان احنا ممكن نصدره كمعدن صافي، او ممكن نصنع المعادن دي، نصنع بيها في صناعات مختلفة زي ما قلت قبل كده، ونعمل أجهزة والصناعات المختلفة دي ونصدرها بعد كده. فبكده ممكن نجلب تدفقات دولارية كبيرة، وممكن يبقى موجود كمان جذب استثمار ومشاريع ضخمة للرمال السوداء في مصر. وبكده ممكن يزيد الإنتاج المحلي 20%، يعني ممكن يوصل ل150 مليار دولار في السنة. احنا بدأنا اهو شغالين في المشروع بتاع كفر الشيخ، وفعلا بينتج وشغال ناجح. وبدأنا السنة دي يطلع إنتاج، وبيطلع مليارات، وبيطلع مليارات الدولارات سنويا. وبكده ممكن نحل الأزمة الاقتصادية بالتدفقات الدولارية اللي هتيجي
وده طبعا هيبقى قريب قوي، عشان المشروع فعلا شغال وفعلا بيحصل إنتاج كبير وبيكبر كل شوية. وبكده خلصت الحلقة. يا ريت ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. السلام عليكم.